مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. تعالوا نشوف هنعمل فول كده رهيب قهرمان بزيت الزيت السمسم قصدي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم، يا رب يجعله بخيت وسعيد على العالم كله يا رب. وادي كده معايا فول، نص فول انا نجحته، نص كيلو يعني، نجحته امبارح بالليل. معايا كوباية من العدس الاصفر، حط طماطمايه غزيتها بس بالشوكة، ونص ليمونة، ونص ملعقة كبيرة من الكركم، وبابريكا دي اختياري، وشوية زيت حلوين كده. ونحط المية تكون مغلية تمام عشان الفول ايه ما يجلدش معانا. بعد كده هخلي الحلة بتاعتي تغلي. بعد كده اقفل عليها. هو مش ما خدش سوا كتير يعني معايا. ادي كده زي ما شايفاه، بصراحة زبدة. طبعا انا عملته قبل كده بطريقة، ودي طريقة تاني، فاتمنى ان هي تعجبكم. ادي كده طبعا انا عملت الكمية كتيرة، فهحط في اكياس واحطها في الفريزر لما اكون عايزة مثلا افطر او مثلا نتعشى او السحور نطلعه. وكده كده حتى لما احنا نفطر برضو بناكل الفول بنحبه. ممكن نعمله معه بيض، معه جبنة بيضة بيطلع رهيب. فدي افكار للسحور لاخواتنا المسلمين وكده. فادي معاي حلة كده وشوية زيت وثلاثة 4 فصاص توم كبار، ما تبخليش في التوم، وهنديهم تشويحة كده يعني يدبلوا شوية. وانا عندي طماطم علب تمام، انت ممكن تجيب الطماطم فريش وتقطعيها مثلا 5 طماطمات كبار، لان هي دي فول بالطماطم بنسميه احنا عندنا، كنا بناكلها على طول، وبابا الله يرحمه كان طوالي بيعملها لنا. فانا عندي طماطم في العلب فحطيتها، وهحط كمون وشوية فلفل اسود لو تحبي، والملح طبعا على حسب ما انتي بتحبي. وادي هقلبه كده مع بعض. هخلي النار على متوسطة واغطي عليه، واخلي لغاية لما الطماطم تسبك معايا، يعني الزيت يطفح على السطح. زي ما شايفه كده طلعت الفول بتاعي الكهرمان اللي قلت لك عليه من الفريزر. زي ما شايفه كده كان لونه رهيب، وحطيته هيخليه شويه ياخد ويدي مع الطماطم. وبعد كده هجيب الهراسه اهرسه، ممكن تاكليه من دون ما تهرسيه، بس انا بحب اكل الفول مهروس، ما بحبه، ما بعرفش استطعم بيه الا مهروس. فادي كده هرسته، وبعد كده هنغرف مع بعض. وطبعا الفول لازم يتاكل جنبه بصل ومخلل وخس وجرجير، بس ما تاكلوش مخلل كتير عشان طبعا تاني يوم صيام فما تعطشوش. ادي كده هنغرف مع بعض، وهحط شوية كمون على الوش، وهحط زيت سمسم. بصراحة انا ما كنتش بحب زيت السمسم بس حلو. ادي ده الفيديو بتاعنا، لو عجبك الفيديو لايك وشير، لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.